بنحيي الاستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعه. برغم عناء السفر وكان عنده لقاء خاص بالجامعه، كان عنده لقاء خاص بالجامعه، أصر إن هو يجي، فبنشكره وعلى روح التعاون اللي موجودة هنا في إدارة الجامعة، إن كل واحد في مكانه. الدكتور عبد الحكيم بيطلق له العنان في يعمل الجزئية بتاعته. هقدم دكتور عبد الحكيم كلمة صغيرة. دكتور عبد الحكيم للحضور كلمة صغيرة، معلش أنا عارف إنك تعبان السفر. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم، منورين جامعة طنطا، منورين الدنيا كلها. أنتوا إن شاء الله الأمل في مجلس نيابي يكون بيعبر عن الشعب المصري، بيعبر عن ثورتين للشعب المصري، بيعبر عن إرادة قوية لابد أن تهزم الظلام وتهزم الافكار التي تريد ان تذهب بمصر الى عصور بعيده. انا برحب بكم، بشكر زميلي الدكتور محمد طبعون على انه هذه الفكره الجميله اللي بتعبر عن ان الجامعه ليست في معزل عن مجتمعها، وان الجامعه هي وليده بيئتها. فانا برحب بكم، بتمنى ان انتم تضيفوا للجامعه قبل ان تضيف اليكم الجامعه. برحب بضيوفي الكرام مع الوزير العرابي والاستاذه تهاني الجبالي، اسف، وبرحب بكل الضيوف الاكارم فرد فرد. نورتونا في جامعه طنطا. اتمنى ان هذا العمل يحوز اعجابكم ان شاء الله، نخرج منه بشيء مفيد، بارضيه تجعلنا جميعا في صف واحد. انا بكرر أن مصر تحتاج اليوم لكل فرد من أبنائها المخلصين أن يكون في صف دفاع، وكأنه مع الجيش مع الشرطة. نحن في حرب واحدة لا تفرق بيننا، حرب تريد أن تهدم هذه البلد. فأنا بشكركم، بتمنى لكل جامعة ولو دور بسيط جدا في أن تذهب مصر إلى الأمام، وأن تقتحم الصعوبات في ظل قيادة سياسية رشيدة، قيادة سياسية. أنا وبدون أي مجاملة أنا أشهد أن هذه القيادة السياسية تعمل بإخلاص، وفيها حكومة مقاتلين، وفيها كل فرد فيها يريد أن يذهب بهذه البلد إلى النعيم وإلى الأمان. بشكركم، وتحيا مصر، وعاش جيش مصر وشرطتها وكل المخلصين فيها. شكرا جزيلا. شكرا سيد رئيس الجامعة، شكرا سيادة النائب.